فيلمنا بيبتدي في غابة بيطلق عليها اسم أرض العزة، واللي بنشوف فيها جميع الحيوانات عايشين مع بعض في سلام تحت حكم الملك العادل موفاسا، اللي النهارده بيكون يوم مميز جدا بالنسبة له هو وزوجته سرابي، وده لأنه هيقدم للمملكة ابنه اللي لسه مولود الأمير سيمبا لأول مرة، اللي هيكون الملك بعد رحيل أبوه الملك موفاسا في المستقبل. وبعد ما حيوانات المملكة بيتجمعوا من كل مكان، القرد رفيق المخلص للملك موفاسا بيقوم بمراسم الاحتفال بالأمير سيمبا، وبياخده من الملكة سرابي وبيقدمه بعدها لكل المخلوقات اللي بيبداوا انهم يحتفلوا بيه. وفي نفس الوقت في مكان تاني بنشوف فار صغير بيستخبى في كهف، وبيكون عايش في الكهف ده الاسد سكار، وسكار ده يبقى اخو الملك موفاسا وعم الامير الجديد سيمبا، لكن ما بيكونش حضر مراسم تتويج سيمبا بسبب حقده عليه، وده لانه مش هيكون له اي فرصه في المستقبل انه يكون ملك بسببه. وبنشوفه هو بيكلم الفار بعدها وبيقول له انهم يشبهوا بعض، وده لانه بيعيش في الضلمه على فتات الاكل. وساعتها بيوصل الطائر زازو مراسل الملك موفاسا عشان يبلغ سكار ان الملك غضبان منه بسبب عدم حضور المراسم تتويج ابنه، لكن سكار ما بيهموش الكلام ده وبيفكر انه يفترس زازو. وساعتها بيوصل الملك موفاسا وبيمنعه انه يهاجمه، وبيساله بعدها عن سبب غيابه عن حفل تنصيب ابنه سيمبا امير على المملكه، لكن سكار بيكون واضح عليه الحقد على سيمبا وبيقول لموفاسا انه نسي موضوع الحفل ده خالص، وبيدي ظهره للملك عشان يمشي. وموفاسا بيحذره انه يتجاهله وهو بيكلمه، وبيفكره ان سيمبا هيكون ملك عليه لما يكبر. وسكار بيقول له باستهزاء عاش الملك، وبيسيبه وبيمشي. والطائر زازو بينبه الملك موفاسا انه لازم ينفي سكار بره المملكه لانه متوقع الغدر منه، وموفاسا بيقول له انه ما يقدرش يعمل كده مع اخوه لان ارض العزه تبقى وطنه هو كمان. وبنروح لرفيق المخلص للملك موفاسا وبنشوفه هو بيجمع مجموعه من الديدان والحشرات المضيئه عشان يحفروا رسمه لوش سيمبا كتسجيل للتاريخ، وبيكون فرحان جدا بعدها. وبيتعدي الايام وبيكون سيمبا كبر شويه وبيكون صاحي نشيط قبل شروق الشمس، وبيروح عشان يصحي ابوه الملك موفاسا، وده لانه وعد سيمبا انه ياخده معاه في جوله يتفقدوا فيها المملكه مع بعض. وسيمبا بيكون متحمس جدا عشان يبداوا الجوله دي، لكن موفاسا بيروح لصخره عاليه في البدايه عشان يوري سيمبا حدود مملكته اللي هيحكمها، واللي بتكون عباره عن اي ارض بتلمسها الشمس ظاهره قدام عينيهم. وبيبدا بعدها يوجه النصايح لسيمبا وبيعرفه انه دوره كملك في المستقبل انه يحمي المملكه ويحافظ عليها. ولما سيمبا بيساله انه يحكم كل الارض دي بما فيها المكان المظلم اللي ورا الجبل، فموفاسا بيعرفوا ان المنطقه دي خارج سيطرتهم، وبيأكد عليه انه ما يروحش المكان ده بالذات. وسيمبا بيقول له ان المفروض هيبقى الملك وكل حاجه تكون تحت سيطرته، لكن موفاسا بيقول له ان الملك الحقيقي لازم يعرف امتى يدي زي ما بياخد لان الحياه بتخضع لتوازن دقيق. وساعتها بيوصل زازو مراسل الملك وبيبدا انه يقدم تقريره لموفاسا اللي بيكون مشغول بتعليم سيمبا الصيد، وبيدربه انه يمسك زازو من غير ما يحس. وسيمبا فعلا بيعمل كده وزازو بيتخض وبيمشي، وموفاسا بيفضل يضحك مع سيمبا بعد اللي حصل. لكن زازو بيرجع للملك بسرعه وبيقول له ان الضباع عملوا حمله صيد على المملكه، وموفاسا بيأمر سيمبا بعدها انه يرجع للبيت وبيجري بسرعه عشان يدافع عن ارض العزه. وزازو فعلا بيرجع سيمبا للبيت عشان يلعب مع باقي الاشبال الصغيرين، لكن سيمبا بيكون زعلان لانه كان عايز يروح مع موفاسا، وبيفضل يطارد حشره صغيره لحد ما بيلاقي نفسه قدام عمه الاسد سكار اللي بيكون قاعد فوق صخره عاليه. ولما بيشوف سيمبا بيطلب منه انه يبعد عنه ويروح يلعب مع باقي الاشبال، لكن سيمبا بفضول الاطفال بيطلع جنبه وبيقول له ان ابوه قال له انه هيحكم مملكه ارض العزه لما يكبر، وانه كمان هيكون ملك عليه هو نفسه. وسكار بخبث بيقول لسيمبا ان موفاسا اكيد ما حكالهوش عن مقبره الافيال اللي موجوده في اخر المملكه، وده لان المكان ده للشجعان بس، وانه لسه شبل صغير وما ينفعش يروح هناك. وبيطلب منه انه يوعده انه ما يجيبش سيره انه عرفه المكان ده، وطبعا الكلام ده بيكون كفيل انه يحرك فضول سيمبا اللي بياخد صديقته نالا بعدها بحجه انهم هيلعبوا مع بعض. لكن في الطريق بيقول لها انهم هيروحوا لمنطقه مقبره الافيال عشان يستكشفوها، وبرغم ان نالا بتحذر سيمبا من خطوره المكان ده الا ان سيمبا بيصمم انه يروح هناك. وفي الطريق بيقابلوا زازو اللي بيقول لهم انه فرحان لانه شايف قدامه ملك وملكه المستقبل، ولما بيسالوه يقصد مين زازو بيقول لهم انه يقصدهم طبعا لانهم في حكم المخطوبين دلوقتي، لكن سيمبا ونالا بيقولوا له ان ده مش ممكن يحصل لانهم مجرد اصدقاء. فزازو بيقول له انه مش هيقدر يهرب من قدره كملك بانه يتجوز نالا. وسيمبا بعدها بيبدا انه يهزر معاه وبيقول له ان الملك ما بياخدش نصايح من حد، وبيجري هو ونالا وسط حيوانات المملكه عشان يهربوا من زازو اللي بيحاول انه يمنعهم من الهروب. وبيقول لسيمبا انه عارف كويس هو ناوي يروح فين، لكن سيمبا بيتجاهله وبيجري مع نالا لحد ما بيوصل لحدود المملكه. وساعتها زازو بيسيبه وبيطير عشان يرجع للملك موفاسا وبيبلغه باللي حصل. وسيمبا بيكمل طريقه مع نالا وهما بيلعبوا مع بعض لحد ما بيلاقوا نفسهم قدام مقبره الافيال، والمكان بيكون مخيف جدا ومليان بالهياكل العظميه. لكن فضول سيمبا بيحركه عشان يخليه يستكشف المكان اكتر، ونالا بتبدا انها تحس بالقلق وتحاول تقنعه انهم يرجعوا لانهم بعدوا جدا عن حدود المملكه. لكن سيمبا بيصمم انه يروح لاماكن ابعد داخل المقبره لحد ما بيحسوا بحركه غريبه في المكان، وبنشوف ضباع شرسه بيبداوا انهم يظهروا واحد ورا التاني قدام سيمبا ونالا اللي بيلاقوا نفسهم اتحاصروا تماما ومش قادرين انهم يهربوا. والضباع بيبداوا يقولوا ان العشاء النهارده هيكون ملكي لحد ما بتظهر قائده الضباع اللي اسمها شينزي، وبتقول لسيمبا انها كانت مستنيه الفرصه دي من زمان، وان قوانين موفاسا ما
تمشيش على ارض الضباع اللي في مقبره الافيال. وفي اللحظه دي بيوصل زازو وبيقول لشينزي ان سيمبا غلط انه تعدى على ارضهم، لكن بيحذرها انها تهاجمه لانها بالشكل ده هتبدا حرب مع موفاسا. لكن شينزي بتتجاهله وبتحاول انها تهجم على سيمبا اللي بيبدا انه يهرب مع نالا من الضباع اللي بداوا انهم يطاردوهم. وبعد ما بيدخلوا الانفاق ضيقه وبيخرجوا منها المكان تاني بيتفاجئوا ان الضباع حصرت المكان ده بالكامل، وبيفضلوا يتريقوا على سيمبا بسبب زئيره الطفولي لحد ما بيترعبوا لما بيسمعوا صوت زئير الملك موفاسا لانه بيكون وصل في اللحظه دي عشان ينقذ سيمبا ونالا. وبعد ما بيبعد كل الضباع عنهم بيقول لشينزي ان ده اخر تحذير ليها، وشينزي بتقول له بغيظ انهم مش يقربوا لسيمبا تاني. وموفاسا بياخد سيمبا ونالا وبيمشوا من المكان ده، وبعدها بيطلب من زازو انه يرجع نالا لبيتها لانه عايز يتكلم مع سيمبا. والطائر زازو بيترجى انه ما يقساش على سيمبا بسبب عصيانه لاوامره، وبيقول للملك ما ينساش انه كان عنده نفس فضول سيمبا وده لما كان في سنه. لكن موفاسا بيقول له انه لازم يعلم سيمبا درس وبيأمره انه ينفذ تعليماته. وزازو فعلا بياخد نالا وبيمشوا من المكان. وموفاسا بعدها بيقول لسيمبا اللي حاسس بالذنب انه تعمد انه يعصي اوامره، وانه باللي عمله ده عرض حياه نالا ومستقبل القبيله كله للخطر. وسيمبا بيقول له انه كان عايز يثبت له انه شجاع وما بيخافش زيه. لكن موفاسا بيقول له انه بيكون شجاع لما بيكونش قدامه اي اختيارات تانية، وانه حس بالخوف النهارده لما لقاه في خطر. وسيمبا بيقول له ان الضباع كلهم كانوا مرعوبين منه. فموفاسا بيقول له لانهم عارفين ايه اللي ممكن يحصل لهم لو هاجموه. وبيفضل موفاسا يلاعب ابنه سيمبا شويه لحد ما سيمبا بيساله عن النجوم اللي في السماء، وموفاسا بيقول له ان النجوم دي ارواح ملوك الماضي اللي بيبصوا عليهم من السماء، وانه في يوم من الايام هيكون معاهم وشايفه لو احتاج له. وفي الوقت ده بيكون الضباع قاعدين في مقبره الافيال بيتكلموا عن قوه موفاسا، واللي بيتفاجئوا بعدها بزياره سكار اخو الملك ليهم. وسكار بيقول لهم انهم عايشين مشردين وملهمش اي مكان، وانهم فشلوا انهم يتخلصوا من سيمبا ونالا بعد ما بعتهم ليهم عشان يخلصوا عليهم. وبيعمل بعدها مع شينزي اتفاق شيطاني وبيقول لها انه عايز يقتل موفاسا بمساعدتهم، ولما يبقى الملك هيسمح لهم انهم يعيشوا في المملكه زي باقي الحيوانات، وانه هيخليهم يصطادوا في المملكه بدون اي شروط. وعشان كده عمل خطه محكمه لقتل اخوه موفاسا وابنه سيمبا. والضباع كلهم بيوافقوا على كلامه وبيرحبوا بالعرض ده جدا. وفي اليوم اللي بعده سكار بياخد سيمبا لوادي موجود في المملكه، وبيقول له انه عارف ان ابوه زعلان منه وعشان كده بيقترح عليه انه يصالح ابوه، وده بانه يقعد لوحده في الوادي ويجرب زئيره لحد ما الزئير بتاعه يعلى. وساعتها موفاسا هيفرح ان ابنه كبر ومش هيعامله كانه شبل تاني. وسكار بعدها بيسيبه وبيمشي وبيدي اشاره للضباع عشان يبداوا خطتهم. والخطه بتكون عباره عن ان الضباع تهاجم قطيع من الحيوانات البريه فوق التل، فالقطيع بيهرب من الخوف وبيبداوا انهم يجروا في اتجاه الوادي اللي موجود فيه سيمبا اللي بيحاول انه يهرب منهم ويستخبى في الوادي. لكن الفرار الجماعي للحيوانات البريه بيكون عنيف جدا بسبب خوفهم من الضباع. وسكار بيروح لموفاسا وبيقول له ان سيمبا محاصر وسط فرار جماعي من الحيوانات البريه. فموفاسا بيجري بسرعه عشان ينقذ ابنه اللي بيكون معلق نفسه في جذع شجره في الوادي. وبعد ما سكار بيوري له مكانه من فوق التل موفاسا بينزل بسرعه وبيجري عليه، وبنشوفه وهو بيجري وسط الحيوانات البريه وبيوصل لسيمبا وبيحاول انه ياخده، لكن واحد منهم بيخبطه وبيوقعه، بس بيقدر بعدها انه ياخد سيمبا ويوصله لمكان امن. وبيحاول بعدها انه يتسلق الصخور، وسكار طبعا بيكون مراقب كل اللي بيحصل ده من غير ما يتدخل، وبيكون شايف موفاسا بيتسلق الصخور لحد ما بيوصل له. وساعتها موفاسا بيشوف الغدر في عيون سكار اخوه، ومع ذلك بيطلب منه انه يساعده. لكن سكار بيغرز مخالبه في ايد موفاسا وبيقول له عاش الملك، وبيضربه بعدها ضربه قويه وبيرميه من فوق التل. وبعد ما سيمبا بيلاقي ان الفرار الجماعي انتهى بينزل من مكانه عشان يطمن على ابوه، لكن للاسف بيتفاجئ ان الملك موفاسا مات، ومن كتر حزنه على ابوه بينام في حضنه لحد ما سكار بيوصل وبيشوفه وبيقول له ان هو السبب في موت ابوه. لكن سيمبا بيقول له ان اللي حصل ده كان حادثه بسبب ان موفاسا كان عايز ينقذه. فسكار بيقول له انه مصدقه طبعا، لكن القبيله كلها مش هتصدق كلامه وساعتها هينتقموا منه كلهم. ولما سيمبا بيقول له ينصحه بايه، فسكار بيقول له ان الحل الوحيد انه يهرب لمكان بعيد وما يفكرش انه يرجع تاني. وسيمبا فعلا بيهرب من المكان، والضباع بتظهر بعدها من ورا سكار اللي بيأمرهم بعدها انهم يقتلوا سيمبا. فالضباع بعدها بيطلعوا يجروا ورا سيمبا عشان يخلصوا عليه لحد ما سيمبا بيقع من فوق منحدر عالي جدا، والضباع بيفتكروا انه مات وبيرجعوا لمكانهم تاني. لكن سيمبا بيكون وقع تحت جذع شجره في التله ولسه ما ماتش، وبيهرب بعدها لبره المملكه. وبعدها سكار بيرجع للقبيله من تاني وبيقول لهم انه حزين جدا على موت الملك موفاسا وابنه سيمبا، وانه ندمان انه ما كانش موجود على التل وقت موتهم عشان ينقذهم. المهم ان بعد موت الملك موفاسا وابنه سيمبا الوضع بقى متاح له دلوقتي انه يكون الملك الجديد، وانه هيستعين بالضباع عشان يساعدوه في الحكم، واللي بيكون دخلهم المملكه عشان يعيشوا وسط الحيوانات. وفي الوقت ده سيمبا بيكون ماشي وحيد في صحراء ملهاش نهايه لحد ما بيغمى عليه من الجوع والعطش، والطيور الجارحه بتبدا انها تحوم حواليه وهي مستنيه موته عشان تنهشه. لكن لحظ سيمبا الكويس بيوصل النمسي تيمون مع صديقه الخنزير البري بومبا للمكان، وبيبداوا انهم يبعدوا الطيور عن سيمبا. واول ما بيعرفوا ان اللي وقع ده اسد صغير بيترعبوا وبيهربوا هما الاثنين من المكان بسرعه. لكن سيمبا ساعتها بيفوق وتيمون بيقول له انهم انقذوا حياته. فسيمبا بيقول لهم انه مش فارق معاه اي حاجه لانه عمل حاجه فظيعه ومش حابب انه يتكلم عنها. ولما تيمون وبومبا بيشوفوا انه مكتئب
بيحاولوا انهم يواسوه وبينصحوه انه يدي ظهره لاي مشاكل ممكن تضايقه، وسيمبا بيقول لهم انه ما ترباش انه يعمل كده، فتيمون بيقول له انه لازم يمشي بمبدأ هكونا مطاطا، او بمعنى اصح يضربها طناش. فسيمبا ما يكونش قدامه اختيار تاني غير انه يروح مع تيمون وبومبا، وبيشوف بعدها الوادي الجميل اللي عايشين فيه، وبيعرفوه بعدها انهم عايشين مع باقي الحيوانات اللي موجوده في الوادي ده بسلام، وانه ما ينفعش يفترس اي حد فيهم، وانه لو عاوز ياكل ممكن يتغدى على ديدان زيهم، وبيقولوا له ان طعمها مش لذيذ قوي لكن هتسد جوعه. وسيمبا فعلا بيجرب كلامهم وبيقتنع بيه، وبتعدي الايام وسيمبا بيكبر، وصداقته كمان مع تيمون وبومبا بتكبر. وبنرجع من تاني لمملكة أرض العزة اللي بيحكمها سكار بمساعدة الضباع، واللي بتكون اتحولت لأرض قاحلة، وده بسبب عمليات الصيد الغير منظمة من الضباع وسكار. وزازو اللي لسه ولاؤه لعيلة مفاسة بيبلغ نالا بأن أرض العزة على حافة الانهيار بسبب صيد الضباع لكل المخلوقات من غير حساب، والضباع ساعتها بيشوفوه بيهجموا عليه، لكن زازو بيقدر انه يهرب منهم. وبنشوف سكار بعدها وبيكون وصل لمكان القبيله مع الضباع، ونالا بتقول لسرابي انهم لازم يقاوموه ويهربوا من المملكه، لكن سرابي بترفض كلامها وبتقول لها انهم لازم يصبروا لان مصيرهم يقعوا من تاني. وشينزي بعدها بتبلغ سرابي ان سكار طلب مقابلتها، فسرابي بتروح عشان تقابله، وسكار بيطلب منها انها تنضم له في اكل الفريسه اللي قدامه، لكن سرابي بترفض وبتقول له انه قرب يقضي على كل موارد المملكه، وده بسبب افراطه في الصيد. وسكار بيقول لها انه يعمل اللي هو عايزه لانه الملك، وبيطلب منها انها تتجوزه لانها فضلت عليه اخوه الملك مفاسة زمان، لكن سرابي بتقول له ان ده مستحيل يحصل. فسكار بيعاقبها بانه بيخلي الضباع يخلصوا على كل الاكل. وتاني يوم بنشوف نالا وهي بتتسلل بالليل عشان تخرج بره المملكه، وده من غير ما سكار والضباع يحسوا بيها، وزازو بيشوفها وبيحذرها انها تمشي لانه خايف عليها، لكن نالا بتقول له انها تروح تدور على حد يساعدهم من بره المملكه. فسكار بعدها بيحس بوجودها وبيبدا انه يدور عليها، لكن زازو بيوهمه ان هو اللي كان بيتحرك في المكان، وبيشتته عشان يبعده هو والضباع عن نالا اللي بتاخد طريقها بعدها وبتهرب لبره المملكه. وسرابي بتشوفها من فوق التل. وبنشوف سيمبا بعدها وهو بيلعب مع الفراشات اللي في الوادي، وبيكون في غزال بيهرب منه لانه فاكر انه هيهجم عليه، وسيمبا بيستغرب من تصرف الغزال، لكن تيمون وبومبا بيقولوا له ان طبعا الغزال عارف انه اكيد فريسه سهله بالنسبه له وعشان كده هرب منه. وبيفضلوا هما الثلاثه يتكلموا مع بعض عن التوازن البيئي وقد ايه كل الكائنات بيكملوا بعض لانهم مرتبطين مع بعض بشكل غير مباشر. وسيمبا بعدها بقوته بيكسر لاصدقائه صخره كبيره جواها عدد كبير من الديدان، وده عشان ياكلوا، وبعد ما بيخلصوا بيقعدوا يرتاحوا مع بعض على صخره، وبيفضلوا هما الثلاثه يتاملوا النجوم اللي في السماء. وبومبا بيسال توم هي النجوم دي عباره عن ايه، وتيمون بيقول له انه متاكد انهم عباره عن حشرات منوره او دبان مضيء في السماء. فلما بيسالوا سيمبا عن رايه، سيمبا بيفتكر كلام ابوه له وبيقول لهم ان حد قال له ان النجوم دي عباره عن ارواح الملوك العظام اللي دلوقتي بيراقبونا من السماء. وساعتها تيمون وبومبا بينفجروا من الضحك من كلام سيمبا اللي بيزعل جدا لانه افتكر ابوه، وبيسيبهم عشان يروح يقعد لوحده. ولما بيكون قاعد في خصله شعر منه بتطير وبتقع في الميه، وبعدها بتاخد طريقها وسط اراضي الوادي لحد ما بتوصل بالصدفه للقرد رفيقي اللي بيعرف من خلالها ان سيمبا لسه عايش. وفي الوقت ده بيكون تيمون وبومبا مبسوطين وبيتمشوا مع باقي الحيوانات اللي في الوادي، ونالا بتشوفهم وبتهجم عليهم عشان تفترس اي حد منهم، والمجموعه كلها بيبداوا انهم يهربوا منها. ونالا ساعتها بتطارد بومبا اللي بيجري وهو مرعوب لحد ما بيحاول انه يتسلق صخره ورا تيمون، لكن بيفشل وبيقع. وقبل ما نالا تاكله سيمبا بيوصل وبيشتبك معاها، وما بيكونش يعرف ان دي نالا اعز اصدقائه، لكن بياخد باله منها وبيناديها بعدها باسمها، وبيعرفها بعدها انه سيمبا صديقه اللي هرب من سنين. ونالا بتفرح جدا وبتعرفه بعدها باللي سكار عمله في المملكه هو والضباع، وبتقول له انه لازم يرجع للمملكه من تاني كملك. لكن بعد ما سيمبا بيعرفها على تيمون وبومبا بيقول لها ان الوادي ده بقى مكانه، وبيرفض انه يرجع معاها، وبياخدها في جوله معاها عشان يعرفها على جمال المكان اللي هم عايشين فيه. وبعد ما بيقضوا وقت كبير مع بعض هما الاثنين وبيسترجعوا كل ذكرياتهم القديمه، نالا برضه بتفشل انها تقنع سيمبا انه يرجع معاها، وبتستغرب انه اختفى طول الفتره دي من غير ما يعرفهم مكانه. لكن سيمبا طبعا بيكون فاكر ان هو السبب في موت ابوه، وبيرفض انه يرجع معاها، وبيقول لها ان سكار دلوقتي هو الملك، وكمان بيقول لها انه ماشي دلوقتي في الدنيا بمبدأ هكونا مطاطا. ونالا بتزعل وبتقول له انه مبقاش سيمبا بتاع زمان، وبتسيبه وبترجع بعدها للمملكه. وبعدها بنشوف سيمبا وهو بيتمشى لوحده وبيفكر في كلام نالا اللي قلبت عليه المواجع. والقرد رفيقي بيكون قدر يوصل لمكان سيمبا وبيشوفه، ولما سيمبا بيسأله انت مين، رفيقي بيعرفه ان اول واحد شاله وقدمه للمملكه هو طفل صغير، وبيقول له بعدها ان الملك مفاسة لسه عايش. فسيمبا بيتجنن لما بيسمع الخبر وبيطلع يجري ورا رفيقي، ورفيقي بيفضل يجري وهو بيدل سيمبا على الطريق لحد ما بيوصله لبركه ميه في الوادي، وبيطلب منه انه يبص فيها. فسيمبا بيشوف انعكاس صورته على الميه وبيفهم ان رفيقي عايز يوصل له ان روح ابوه لسه عايشه جواه، وساعتها بيفتكر كلام ابوه له بانه لازم ياخد مكانه ويتحمل مسؤوليته كملك. ولما رفيقي بيساله يا ترى عرفت انت مين دلوقتي، بيرد عليه وبيقول له ان انا الملك سيمبا ابن الملك مفاسة، وبيقف فوق صخره عاليه وزئيره بيكون عالي جدا،
جدا، وبياخد طريقه بعدها عشان يرجع ملكه في ارض العزة. وبيلحق نالا في الطريق وبيطلب منها انها تكمل معاه لارض المملكة، وبياخدوا طريقهم مع بعض لحد ما سيمبا بيشوف ان المملكة اتحولت لخراب في عهد سكار. وزازو بيشوفه وبيفرح جدا برجوعه، وسيمبا بيشوف ان تيمون وبومبا اصحابه جم وراه عشان يساعدوه، وبيعرفهم انهم دلوقتي بقوا في مملكته، وبيبداوا انهم يتسللوا كلهم عشان يدخلوا المملكة. لكن بيكتشفوا ان الضباع محاصرين كل حدود المملكة، فبيفكروا انهم يستخدموا بومبا كطعم عشان يشتتوا الضباع، وسيمبا وقتها يقدر انه يدخل، وفعلا بيعملوا كده. وتوم بيقول للضباع ان بومبا جاهز عشان يكون العشاء بتاعهم، والخطة فعلا بتنجح، والضباع بيبداوا انهم يطاردوا تيمون وبومبا، والطريق بيفضى قدام سيمبا ونالا. وبنشوف رافيكي هو كمان بيخرج عصايته القديمة وبيستعد للمعركة. وفي نفس الوقت سكار بيكون بيهدد سرابي وبيطلب منها انها تتجوزه، لكن سرابي بتقول له انه نكره بالمقارنه مع مفاسا، فسكار بيهجم عليها وبيضربها. وساعتها سيمبا بيوصل، وسكار بيشوفه وبيفتكر ان هو مفاسا، وسيمبا بينزل لامه وبيطمنها انه مش هيسيبها تاني. وسكار بيتفاجئ ان سيمبا لسه عايش لان الضباع كانوا مفهمينه انهم قتلوه. ونالا بتظهر ساعتها وبتقول لسكار ان سيمبا هو الملك الحقيقي ليهم، وان كل القبيله هيحموه بارواحهم. لكن سكار بيقرر انه يكمل كذبته وبيفضح سيمبا قدام القبيله، وبيقول لهم ان سيمبا هو اللي كان السبب في موت الملك مفاسا. وسيمبا بيعترف بغلطته قدام القبيله، وبيبدا انه يتوتر قدام سكار اللي بيلاحظ ضعفه وبيضغط عليه عشان يخليه يخضع لحكمه، لحد ما سيمبا رجله بتتزحلق من فوق التل وبيتعلق بايده في الصخره. وسكار بيفتكر ان الموقف ده يشبه موقف قتله المفاسا اللي سيمبا ابنه بقى في نفس مكانه دلوقتي، فبيغرز مخالبه في ايد سيمبا وبيقول له انه هيقتله دلوقتي زي ما قتل ابوه. وسيمبا لما بيسمع الكلام ده بيتعلق في شعر سكار وبيقدر انه يطلع على التل من تاني، وبيواجه سكار بعدها بالكلام اللي قاله له. وسكار هو اللي بيبدا يقلق، ولما بيلاقي ان مفيش فايده بيأمر ضباعه انهم يهجموا على القبيله، وسيمبا وباقي الاسود بيبداوا انهم يشتبكوا معاه، وبتدور بينهم معركه قويه جدا. وتيمون وبومبا بيبداوا انهم يهربوا وبيتفاجئوا بحصار الضباع ليهم، لكن بومبا بشجاعته بيقدر انه يهاجمهم لحد ما الضباع هم اللي بيهربوا منه. ونالا هي كمان بتشوف شينزي وبتشتبك معاها، وحتى زازو بيحارب الضباع بشجاعه وبيتخلص منهم بكل ذكاء لحد ما الضباع بيحاصروه. ورافيكي بيوصل ساعتها وبيبدا انه يتخلص منهم، وبنشوف نالا وهي بتعض شينزي وبترميها من فوق التل وبتتخلص منها. وسيمبا بيوصل وبيبدا انه يساعدها، وبيخلصوا على باقي الضباع الموجودين مع بعض. وسكار بيعرف انه خسر المعركه، وده لما بيشوف ان الضباع بدأوا يهربوا من المكان، فبيبدأ انه يهرب بعدها. وسيمبا بيفضل يطارده لحد ما بيقدر انه يحاصره فوق التل، وسكار بيفضل يترجاه انه يرحمه، وبيقول له ان الضباع هم اللي كانوا سبب في كل اللي حصل، وانه كان ناوي يتخلص منهم في اقرب وقت ممكن. فسيمبا بيقول له انه كده كده ما كانش هيقتله زي ما قتل ابوه، وبيأمره بعدها انه يهرب بره المملكه وما يرجعش تاني. ودي نفس الجمله اللي سكار قالها له قبل كده وهو صغير، لكن سكار بيخدعه وبيبدأ انه يشتبك معاه عشان يقتله. وبعد معركه طويله بينهم هما الاثنين سيمبا بيقدر انه يتغلب عليه، سكار بيقع من فوق التل لكن ما بيكونش مات، وبيقابل تحت باقي الضباع اللي الاسود وقعوهم، واللي بتكون معاهم شينزي اللي بتقول له انها سمعت كلامه مع سيمبا عليهم بانه عايز يقتلهم، فبيهجموا عليه كلهم بعدها وبيخلصوا عليه. وسيمبا بيرجع لقبيلته من تاني وبيبقى ملك الارض العزة. وبعد وقت قصير المملكه بترجع لجمالها من تاني تحت حكم الملك سيمبا والملكه نالا اللي بقت زوجته دلوقتي. وبنشوف رافيكي وهو بيقدم للمملكه ابن سيمبا ونالا واول امير ليهم. فيلمنا بيبتدي في مملكة أرض العزة، وفي المملكة دي بنشوف الملك العادل سيمبا وهو طالع يكلم الحيوانات، وبيقول لهم إنه فرحان جدا لأن جه الوقت اللي عيلتهم هتكبر فيه، وبيعرفهم إن زوجته نالا هتخلف شبل قريب. وفي الوقت ده بنشوف نالا وهي مستنيه سيمبا في مكان بعيد، وبنرجع تاني لسيمبا وهو واقف على صخره ارض العزه، وبيقول انه فرحان جدا لان كل حيوانات الغابه عايشه مع بعض في سلام، وان ده هو الهدف اللي والده مفاسا كان دايما عاوز يحققه. وبعدها سيمبا بيقابل اصدقائه تيمون وبومبا وبيطلب منهم يهتموا ببنته اللي اسمها كيارا لحد ما يروح لنالا ويرجعوا مع بعض تاني للمملكه، وبيطلبوا منهم كمان ما يخوفوش كيارا وما يحكوش ليها اي حكايه من الحكاوي الخياليه بتاعتهم. لكن تيمون وبومبا بيرفضوا طلبه، وده لانهم ما بيحبوش يقعدوا مع الاطفال. وساعتها سيمبا بيقول لهم انهم اكتر اتنين بيثق فيهم. وبعدها سيمبا بيقابل بنته كيارا اللي بيبان عليها انها خايفه جدا من العاصفه اللي بتقرب منهم، وبتطلب من والدها سيمبا انها تيجي معاه، لكن سيمبا بيطمنها وبيعرفها انه مش هيتاخر وبيسيبها وبيمشي. وفي الوقت ده تيمون وبومبا بيفضلوا يحكوا حكاوي لكيارا وبيعرفوها انهم اللي قتلوا الاسد سكار، فبتقول لهم كيارا انهم كدابين، وده لان والدها سيمبا حكى لها ان هو اللي هزمه زمان. وفجاه البرق بيظهر في السماء وكيارا بتخاف جدا وبتستخبى، فبيحاول تيمون وبومبا انهم يهدوها وبينصحوها انها ما تخافش لان الخوف ده شيء طبيعي وكل المخلوقات بتحس بيه. ولما كيارا بتشوف القرد رافيكي بتروح له وبتقرب منه، ووقتها القرد رافيكي بيطمنها وبيقول لها انه عاوزها تكون قويه زي كل افراد عيلتها، وبيعرفها ان سيمبا ونالا هيرجعوا بعد شويه وكمان هيكون معاهم المولود الجديد.
وبيبدا انه يحكي لها اسرار عن المملكه وخصوصا عن والدها سيمبا، وبيفهمها ان سيمبا ايام ما كان في نفس سنها كان برضه بيخاف من البرق وكان بيستخبى في ظهر والده موفاسا. فبتساله كيارا ازاي والدها ما بقاش يخاف من حاجه، فبيحكي لها القرد رفيقي ان موفاسا زمان اخد سيمبا على صخره ارض العزه وعلمه انه لازم يكون شجاع ويزقر في وش الرياح، وان من بعدها سيمبا بقى شجاع وما بقاش يخاف من اي حاجه. فبتقول له كيارا انها مستحيل تكون شجاعه زي والدها. فبيقرر القرد رفيقي انه يحكي لها قصه قديمه عن موفاسا وبيسترجع ذكرياته في الماضي ايام ما كان موفاسا لسه شبل صغير، وبيحكي لها انه كان عايش مع والده ووالدته في ارض جافه جدا. وفي الوقت ده اهل موفاسا كانوا بيحكوا له ان بعد الجبال في مكان اسمه ارض العزه، وبيطلب والد موفاسا من ابنه انه يغمض عينيه ويتخيل الارض دي وهي مليانه بالاشجار والورود وفيها حياه. فبيتحمس موفاسا وبيغمض عينيه وبيتخيل الارض وهي خصبه وكلها اشجار وكمان كل الحيوانات اللي فيها عايشه مع بعض في سلام. ووقتها بنعرف ان موفاسا واهله متجهين ناحيه ارض العزه. وبعد ما موفاسا بيخلص تخيلات بيبص في السماء وفجاه الدنيا بتبدا تمطر وكل الحيوانات بتفرح وبتنزل في الوادي، وكمان موفاسا بيفرح وبينزل يلعب مع الحيوانات في الميه. لكن الوقت الجميل ده بيتحول للعكس تماما، وده لان ميه المطر بتكون شديده جدا وبتتسبب في فيضان كبير في الوادي، وبسبب اللي حصل ده بتخاف كل الحيوانات وبتجري بسرعه. وساعتها والد موفاسا بينزل في الميه عشان ينقذ ابنه وبيعافر عشان يقدر يصمد قدام تيار الميه القوي، وفي النهايه بيقدر انه يمسكه وبيطلعه على صخره وبيأمره انه يروح بسرعه لوالدته. وبالرغم ان موفاسا كان متردد وخايف من انه يقع ما بين الصخور الا انه بيتشجع وبياخد القرار انه ينط. لكن فجأة بيجي فيل كبير وبيخبط في الصخور اللي بتطير موفاسا وبتوقعه في الوادي، وساعتها تيار الميه بياخده وبيسحبه لبعيد. وبعد شويه موفاسا بيلاقي غصن شجره وبيطلع عليها عشان ينقذ نفسه قبل ما يغرق في الوادي. ولما موفاسا بيجي يبص حواليه ما بيكونش عارف هو فين، وبيفضل ينادي على والده ووالدته لكن ما بيلاقيهمش، وبيفضل تيار الميه يسحبه لمكان بعيد. وبعد شويه بنشوفه وهو خايف وحزين جدا، وفجاه بيظهر شبل صغير اسمه تاكا وبيقول لموفاسا انا ما ينفعش اتكلم مع الحيوانات الغريبه ولكن جاي عشان احذرك من ان في حيوان مفترس بيقرب منك عشان ياكلك. وساعتها موفاسا بياخد باله من التماسيح اللي بتقرب منه وبيتصدم جدا وبيجري بكل قوته في اتجاه البر قبل ما التماسيح توصل له. ووقتها تاكا بيساعده وبيمسكه بمخالبه وبيحاول انه يسحبه. وفي الوقت ده بتظهر والدة تاكا اللي اسمها ايشي وبتزقر في وش التماسيح اللي بتخاف منها وبتبعد بسرعه. وساعتها تاكا بيقدر انه ينقذ موفاسا وبيسحبه من الميه. ووقتها ايشي بتزعق لابنها عشان سابها وبعد عنها، فبيقول لها تاكا انه شاف موفاسا في الميه وكان بس عاوز ينقذه، وبيكون تاكا مصر ان ياخد موفاسا معاه، ولكن ايشي بترفض وبتفكره بكلام والده الملك اللي اسمه اوباسي، وده لما كان دايما بيحذره من انه يتكلم مع الحيوانات الضاله. فبيرد عليها موفاسا وبيقول لها انه مش ضال وانه بس تايه من اهله، وبيحكي لها ان في فيضان حصل في المملكه بتاعته وان اهله حاولوا ينقذوه لكن ما قدروش، وان تيار الميه هو اللي سحبه لحد ما وصله لهنا. فبتتعاطف ايشي مع موفاسا وبتوافق انه يجي معاهم. وبعد شويه بيوصلوا كلهم لقطيع الاسود، وهناك بيقابلوا الملك اوباسي والد تاكا اللي بيكون متضايق من وجود شبل صغير غريب معاهم. وبيقول لتاكا انا حذرتك قبل كده من التعامل مع الحيوانات الغريبه، وبيعرفوا انه سمع قصص كتير عن حيوانات بتقتل اي حد في طريقها. فبتتدخل ايشي وبتقول لاوباسي ان موفاسا شبل صغير وانه اكيد مش هيأذي اي حد منهم. وساعتها موفاسا بيروح لاوباسي وبيعرفه بنفسه، فبيقول له اوباسي ان اسم موفاسا معناه الملك، وبيفهمه انه مفيش ملك هنا غيره وبيهدده انه هيقتله. فبيتشجع موفاسا وبيتحدى اوباسي انه مش هيقدر يمسكه، وده لان اهله علموه ازاي يجري بسرعه كبيره. فبيتضايق اوباسي وبيأمر ابنه تاكا انه يتسابق مع موفاسا لحد الشجره ويرجع تاني، وبيعرف موفاسا ان لو تاكا كسب هيخلص عليه. وساعتها ايشي بتتدخل وبتقول له اوباسي ان لو موفاسا كسب هيفضل عايش معاهم. فبيوافق اوباسي على كلامها وبيبدأ السباق، وبيحاول اوباسي انه يعطل موفاسا لانه بيكون عاوز ابنه هو اللي يكسب. ووقتها بيبان على ايشي انها متضايقه من تصرفات اوباسي، وبتقول له ان لو عاوز ابنه يكون هو الملك المستقبلي لازم فعلا يستحق انه يكون ملك. ومن ناحيه تانية موفاسا بيجري وبيحاول انه يلحق تاكا، وفعلا بيقدر انه يقرب منه، لكنه للاسف بيقع في الميه وبيفتكر لما غرق قبل كده، بس بيستجمع قوته وثقته بنفسه وبيكمل السباق، وبيقدر انه يوصل لشجره قبل تاكا وبينط من عليها عشان يرجع، لكنه بيقع تاني في الميه. ووقتها تاكا بيساعده وبيطلعه، وده لانه فاهم ان موفاسا ما بيعرفش يعوم. وفي الوقت ده تاكا بيقول لموفاسا انه دايما كان نفسه يكون عنده اخ، فبيتفاجئ موفاسا من كلام تاكا، ولحسن الحظ موفاسا بيكسب السباق. وبسبب اللي حصل ده اوباسي بيكون متضايق جدا وبيأمر ايشي انها تربي موفاسا مع اناث الاسود. فبتفرح ايشي وبتهني موفاسا على فوزه في السباق، وكمان تاكا بيكون فرحان جدا لان موفاسا هيفضل موجود معاهم، وبياخدوا وبيجروا هما الاتنين وبيلعبوا وبيفضلوا عايشين مع بعض زي الاخوات الحقيقيين وبيكبروا سوا. وفي يوم من الايام موفاسا وتاكا بيخوفوا الاسود وهم نايمين وبيصحوهم، فبيروح اسد منهم لاوباسي وبيقول له ان ولاده بيضايقوهم. فبيتعصب اوباسي وبيزعق لموفاسا وبيقول له انه مش ابنه وان عمر ما هو وتاكا هيكونوا اخوات.
وبيأمره انه يرجع يقعد مع اناث الاسود. فبيتضايق مفاسا من كلام اوباسي وبيسيبه وبيمشي. اما تاكا فبيروح لوالده وبيقول له انه بيحب مفاسا وانه عاوزه يفضل عايش معاهم على طول. فبيقول له والده ان مفاسا في يوم من الايام هيخونه وانه لازم يكون حذر جدا في التعامل معاه. لكن تاكا ما بيصدقش كلامه وما بيهتمش بيه. وبنروح بعدها لايشي وبنشوفها وهي بتدرب مفاسا وبتطلب منه يغمض عينه ويقول لها هو سامع وحاسس بايه. وساعتها بنعرف ان مفاسا عنده مهارة السمع والاحساس عالي جدا. فبيقول لها انه حاسس ان في قطيع من الغزلان متجه ناحية البحيرة وانه عرف انهم غزلان من تحركاتهم البطيئة. فبتنبهر ايشي من مهارات مفاسا وبتقول له ان المهارات اللي هو بيمتلكها دي مش موجوده عند اي حيوان تاني. وفي الوقت ده مفاسا بيفتكر اهله وبيقول لايشي انه مفتقدهم جدا. فبتقول له ايشي ان والده ووالدته اكيد موجودين وانهم محتاجين يبحثوا عنهم تاني. فبيقول لها مفاسا بيأس ان مفيش امل في انه يلاقيهم. وبالرغم من كده اوباسي متضايق من وجوده معاهم. فبترد عليه ايشي وبتقول له انها بتعتبره زي ابنها وبتفهمه ان اوباسي لو عرف المهارات اللي عنده هيدرك انه لازم يكون هو الملك من بعده. فبيقول لها مفاسا انه مستحيل يوافق بكده وان هو كمان مش عاوز يكون الملك وحابب انه يفضل عايش بدون اي مسؤوليات. وفي الوقت ده بنشوف تاكا وهو بيراقبهم من بعيد وبتكون ايشي بتدرب مفاسا وبتعلمه ازاي يصطاد الغزلان. ومن ناحيه تانية بنشوف اسدين لونهم ابيض وهما مستخبيين وبيفضلوا هما الاتنين يقربوا بالراحه من مفاسا وايشي. ولما الغزلان بتلاحظ وجودهم بتطلع تجري بسرعه وفجاه بتنقض الاسود البيضاء على مفاسا وايشي اللي بتشوف ابنها وهو خايف وبيجري بعيد. وده على عكس مفاسا اللي بيبان عليه انه شجاع جدا وبيشتبك مع الاسود البيضاء وبيهاجمهم بكل قوه وشجاعه. وبعد معركه طويله مفاسا بيقدر انه يقتل واحد منهم. اما الاسد التاني فبيخاف وبيهرب بسرعه. وساعتها ايشي بتشكر مفاسا وبترجع لاوباسي وبتحكي له عن كل اللي حصل وبتقول له ان لولا تدخل مفاسا كان زمان الاسود البيضاء خلصت عليها. وساعتها مفاسا بيقرب من اوباسي وبيقول له انهم لازم يستعدوا وده لان الاسد الابيض رجع للمملكه بتاعته وانه حاسس انهم هيجوا يهاجموه مره تانية. لكن اوباسي ما بيهتمش بكلام مفاسا وبيستهزأ بيه وبيطلب مفاسا من اوباسي انه يبعت اسد من عندهم لمملكه الاسود البيضاء وده عشان يثبت له صحه كلامه. فبيقتنع اوباسي بكلام مفاسا وبيبعت اسد اسمه شيجارو عشان يطمن. وبنروح بعدها لمملكه الاسود البيضاء وهناك بنشوف الاسد اللي هرب من مفاسا وده بعد ما رجع لوحده الملك الاسود البيضاء اللي اسمه كيروس اللي بيتعصب جدا لما بيعرف اللي حصل وبيتعصب اكتر لما الاسد بيقول له انهم واجهوا اسد قوي جدا وان هو اللي هاجم ابنه بكل عنف وقتله. فبيتصدم الملك من موت ابنه وبيتهمه ان هو اللي سابه يموت. فبيقول له الاسد انه اتصاب في المعركه وان ما كانش في اي امل في انتصارهم. فبيتعصب كيروس وبيامر كل الاسود البيضاء انها تقتله. وفعلا الاسود البيضاء بتتجمع حوالين الاسد ده عشان تاكله. وفي الوقت ده شيجارو بيكون مراقب وشايف كل اللي حصل وبيرجع بسرعه لاوباسي وبيحكي له عن اللي شافه وبيعرفه ان الاسود البيضاء هتهجم عليهم وان عددهم اكتر منهم وكمان حجمهم اكبر بكتير. وبيقول له ان الملك بتاعهم قوي جدا وما عندوش اي رحمه. وساعتها اوباسي بيترعب جدا من الكلام ده وبيقول انه لازم يحمي سلالته وبيامر تاكا انه يهرب من هنا ويبدا حياه جديده. وبيأمر مفاسا انه يهرب معاه ويحميه. ووقتها مفاسا بيروح يتكلم مع ايشي وبيقول لها انه مش عاوز يسيبها. فبترد عليه ايشي وبتقول له ان ورا الوادي ده هتلاقي ارض العزه اللي والده ووالدته حكوا له عنها زمان وبتفهمه ان الارض دي كل الحيوانات بتعيش فيها في امان وسلام. وبتطلب منه انه يروح لهناك علشان يدور فيها على والده ووالدته. فبيقول لها مفاسا انه مش عاوز يسيبها. فبتقول له ايشي انها بتحبه جدا وانها طول الوقت كانت بتعامله على انه ابنها وعلشان كده لازم يهرب هو وتاكا لحد ما يلاقوا مكان امن. وفي الوقت ده تاكا بيجي وبيتاسف لوالدته عشان هرب في معركه الاسود البيضاء. فبتقول له والدته انها مش زعلانه منه وبتفهم ان لحظه شجاعته لسه ما جاتش. وبعدها مفاسا وتاكا بينطلقوا هما الاثنين عشان يروحوا لارض العزه. ومن ناحيه تانية بتوصل الاسود البيضاء لاوباسي وايشي اللي بيكونوا فضلوا موجودين عشان يدافعوا عن ارضهم. وبيبدا اوباسي يحذر كيروس من انه يخترق القواعد اللي ما بين الاسود. فبيقول له كيروس انه ينسى القواعد دي وده لان هو اللي هيكون ملك وادي الملوك بعد كده. وبيعرفه ان اي ارض الشمس بتلمسها هتبقى ملكه. ووقتها بيبان على اوباسي وباقي قطيع الاسود انهم خايفين جدا وبيتراجعوا وما بيقدروش يعملوا اي حاجه مع الاسود البيضاء. وفي الوقت ده تاكا بيقف وبيكون عايز يرجع تاني لكن مفاسا بيقنعه انهم لازم يكملوا طريقهم ويهربوا بسرعه. وبسبب انهم اتعطلوا ووقفوا شويه الاسود البيضاء بتقدر انها توصل لهم وبتطاردهم. ولما مفاسا وتاكا بيوصلوا عند البحيره بيبان على مفاسا انه خايف من الميه وبيقول لتاكا ان الافضل انهم يقتلوهم بدل ما يغرقوا ويموتوا. وفجأة بيوصل قطيع الأسود البيضاء وبيجي كيروس وبيقرب من تاكا عشان ينتقم منه. لكن مفاسا بيتدخل وبيقول له ان هو اللي قتل ابنه وان تاكا ملوش اي علاقة بالموضوع. وساعتها الأسود البيضاء بتفهم ان تاكا يبقى هو ابن الملك اوباسي ولان هو ولي العهد يبقى لازم يموت. وساعتها مفاسا وتاكا بيترعبوا وبيجروا بسرعة. ولسوء الحظ بيوصلوا هما الاتنين لنهاية الطريق. ووقتها مفاسا بيكون شايف ان مفيش اي حل تاني غير انه يقف لكن فجأة تاكا بياخده وبيقعوا هما الاتنين من فوق التل وبينزلوا في المية وبيمسك في جذع شجرة
الشجره وبيكونوا فرحانين لانهم قدروا يهربوا. لكن فجاه بيجي اسد من الاسود البيضاء وبينط وراهم، ولما موفاسا وتاكا بيشوفوه بيخافوا جدا وبيحاولوا يتسلقوا على جذع الشجره اللي للاسف بينكسر منهم وبينجرفوا مع تيار الميه وبيسحبهم بسرعه، وساعتها الاسد الابيض ما بيعرفش يوصل لهم. ومن ناحيه تانية كيروس بيقول لباقي القطيع ان موفاسا وتاكا مش هيقدروا يهربوا وانهم لازم يوصلوا لهم مهما حصل. وفي مكان تاني بنشوف موفاسا وتاكا وهما بيتمشوا مع بعض وبيكملوا طريقهم عشان يوصلوا لارض العزه، واثناء ما هما ماشيين بيحسوا بوجود حد حواليهم، وساعتها موفاسا بيعرف من ريحتها انها انثى وبيطلب منها انها تكشف عن نفسها، وفعلا بتظهر انثى غريبه وبتقول لهم انها فضلت ماشيه وراهم طول الليل، وده لان هما الاسود الوحيده اللي شافتها بعد ما الاسود البيضاء هجمت على القطيع بتاعها واحتلت ارضها. ووقتها تاكا بيعرفها بنفسه وبيطلب منها انها تيجي معاهم، وده عشان ما تفضلش هنا لوحدها. وفجاه بيظهر الطائر زازو وبيقول له انها مش لوحدها، وساعتها انثى الاسد بتعرفهم بنفسها وبتقول لهم انها اسمها سرابي، فبيعرفها موفاسا انهم رايحين لارض العزه، فبتقول له سرابي ان ارض العزه دي اسطوره وانها ملهاش وجود من الاساس. وفجاه بيسمعوا كلهم صوت عالي خارج من مكان جنبهم، فبينطلق موفاسا هو واللي معاه عشان يعرفوا ايه مصدر الصوت ده. وعند شجره معينه بنشوف القرد رفيقي وهو صغير، وبنعرف ان عشيره القرود رافضين وجوده وسطهم، وده بسبب احلامه الخياليه وتصرفاته اللي مش منطقيه. وبيكون القرد رفيقي متضايق جدا من كده وبيقرر انه يسيبهم ويمشي عشان يدور على اهله، وبينزل من على الشجره وبيظهر ان الاسود الثلاثه كانوا عايزين ياكلوه، لكن رفيقي ما بيكونش خايف منهم وبيقول لهم ان هم لو كلوه مش هيعرفوا مكان ارض العزه، فبيتصدموا الاسود وبيقرروا انهم يسيبوه عايش عشان يوصلهم لهناك. واثناء الطريق رفيقي بيقول لموفاسا انه شافه في الحلم قبل كده، وان الحلم ده كان ان هما الاتنين موجودين مع بعض في ارض العزه، وبيحكي له القرد رفيقي ان اخوه كان مستنيه هناك. وبالليل موفاسا لما بينام بيحلم انه موجود في ارض العزه، وبيجيله اشي في الحلم وبتقول له انه لازم يمشي ورا شعاع الشمس لحد ما يعدي من الوادي العميق. وتاني يوم الصبح بيكملوا كلهم طريقهم، وفي الطريق رفيقي بيعرف موفاسا ان في طريقين ممكن يمشوا منهم، وساعتها موفاسا بيفتكر كلام ايشي، وده لما كانت بتقول له انه لازم يمشي ورا شعاع الشمس ويعدي من الوادي العميق. وبيقرر موفاسا انهم يعدوا من تحت الوادي، لكن سرابي ما بتكونش مقتنعه بكلامه وبتقول له انها مش هتمشي ورا خيالاته، فبيقول لها موفاسا انهم لو مشوا ورا الجبل هيسيبوا اثر وراهم، وبيعرفها ان الاسود البيضاء لسه بتطاردهم وان هو حاسس انها بتقرب عليهم، وبيطلب موفاسا من سرابي انها تغمض عينيها وتحاول تركز وتقول له هي شايفه ايه بالظبط. وفعلا سرابي بتعمل كده وبتشوف الاسود البيضاء وهي بتدور عليهم، وساعتها بتقتنع بكلام موفاسا وبينزلوا كلهم عشان يعدوا من تحت الوادي. ومن ناحيه تانية بنشوف الاسود البيضاء وهي بتحاول تلاقي موفاسا واللي معاه من ريحتهم، وبيعرفوا ان في انثى اسد وقرد انضموا ليهم. وبنرجع تاني لتاكا اللي بيقول لموفاسا انه محتاج لمساعدته، وده لانه معجب بسرابي وعايز يتكلم معاها، فبيقول لموفاسا انه لازم يتكلم معاها على طبيعته، وبينصحه انه يتكلم معاها عن جمال الزهور اللي كانت موجوده في الوادي بتاعها، وان اهم حاجه هي انه يسمعها كويس لما تيجي تتكلم. وفعلا تاكا بياخد بكل النصايح دي وبيروح لسرابي وبيقول لها ان ريحتها شبه ريحه الزهور، فبتفرح سرابي بكلامه لان الوادي بتاعها كان فيه زهور كتير. واثناء ما موفاسا واللي معاه ماشيين في الطريق بيشوفوا قطيع من الفيله، وفجاه بيشوفوا ان الاسود البيضاء وصلت في الناحيه التانيه من الوادي، وساعتها موفاسا بيقول للي معاه انهم لازم يخلوا الفيله تقاتل معاهم باي طريقه، فبتيجي لسرابي فكره وبتقرر انها تنفذها. وفي نفس الوقت ده الاسود البيضاء تتحرك وبتقرب منهم، اما سرابي فبتطلع على شجره عاليه وبتوقع خليه النحله على الارض، فبتخاف الفيله من النحل لما بتشم ريحه العسل وبتطلع تجري بسرعه وبتخبط واحد من الاسود البيضاء وبتموته. اما موفاسا فبيطلع على شجره عشان ينقذ نفسه، هو وقتها سرابي بتقع من على الشجره وبتتخبط هي كمان من قطيع الفيله وبتفقد الوعي، فبينزل موفاسا بسرعه عشان ينقذها وبيسحبها لمكان امن. اما تاكا فبيكون خايف جدا ومستخبي، ولحسن الحظ الفيله بتحميه، والاسود البيضاء بتقرر انها تهرب. ولما سرابي بتفوق القرد رفيقي بيعرفها اللي حصل، وبتروح تسال موفاسا مين اللي انقذ حياتها، فبيقول لها موفاسا ان تاكا هو اللي انقذها، وده عشان تاكا يكبر في عين سرابي وتعجب بيه هي كمان. وبتروح سرابي تشكر تاكا انه انقذها، وبيكملوا كلهم طريقهم لحد ما بيوصلوا لمنطقه فيها جبال من الجليد، وهناك موفاسا بيطلب من زازو انه يستخدم اجنحته ويمسح اثارهم، وده عشان الاسود البيضاء ما تعرفش مكانهم. وفعلا زازو بيوافق وبيوقع التلج على الاثار بتاعتهم. ومن ناحيه تانية بتكون الاسود البيضاء مش عارفه تمشي ازاي، ولما زازو بيشوفهم من فوق وهم مشتتين بيروح يبلغ موفاسا بالخبر ده. وفي الوقت ده بتيجي سرابي وبتشكر موفاسا لان هو صاحب الفكره. ومن ناحيه تانية بيكون تاكا مراقبهم من بعيد، ولما بيشوفهم وهم بيتكلموا بيحس بالغيره. وبالليل سرابي بتروح تتكلم مع موفاسا وبتقول له انه اسد قوي وان مهاراته مميزه جدا، وانها عارفه ان هو اللي انقذها من فرار قطيع الفيله، وانه كمان هو اللي شم ريحه الزهور اللي فيها، وده بدليل انه قدر يشم ريحه الاسود البيضاء من بعيد. فبيحاول موفاسا انه يتهرب منها وبيقول لها ان تاكا هو اللي انقذها، لكن سرابي ما بتصدقش كلامه وبتقول له انه قدره ان هو يكون الملك، وده لانه بيمتلك كل صفات الملوك. ومن بعيد بنشوف ان تاكا بيراقبهم وسامع كلامهم مع بعض، وبيبان على موفاسا وسرابي انهم معجبين ببعض وبيقضوا هما الاتنين وقت جميل.
ومن ناحيه تانية تاكا بيكون متعصب جدا، وده بعد ما شاف وسمع كل اللي حصل، وخصوصا ان موفاسا عارف ان هو معجب بيها، وبالرغم من كده قرب منها وحبها، وما بيكونش تاكا عارف يعمل ايه او يتصرف ازاي. وساعتها بيحس بالحقد على موفاسا وبيقول انه لازم ينتقم منه. وفجأة تاكا بيقع لأنه كان واقف على حافة الجبل من غير ما ياخد باله، واللي لما بيفوق بيشوف الأسود البيضاء من بعيد، وبيقرر إنه يروح لهم بنفسه. ووقتها الأسود البيضاء بتتفاجئ إن تاكا جاي لهم، وبيتفاجئوا أكتر لما بيقول لهم إنه يساعدهم في القضاء على موفاسا، وده لأن هو اللي قتل ابنه، وإنه كمان حرمه من أهله ومن منصبه كملك لوادي الملوك. وبيتفق معاهم انه هيسلمهم موفاسا بمجرد ما يوصلوا لارض العزة، وده لان القرد اللي معاه هو اللي عارف الطريق، وانهم وقتها ممكن ينتقموا منه زي ما هم عايزين. فبيسالوا كيروس عن سبب خيانته لموفاسا، فبيرد عليه تاكا وبيقول له ان موفاسا هو سبب في ان والده اتقتل، وان لو ما كانش قتل ابنه ما كانش كل ده يحصل. فبيقتنع كيروس بكلامه وبيوافق على التحالف معاه، وساعتها تاكا بينحني لكيروس وبيقدم له ولاءه. وتاني يوم الصبح تاكا بيوصل للكهف اللي موفاسا واللي معاه كانوا نايمين فيه، ولما موفاسا بيسأل تاكا هو كان فين، تاكا بيقول له انه كان بيحاول يصطاد لكنه فشل. وبعدها رفيقي بياخدهم كلهم وبيمشوا عشان يكملوا رحلتهم. ووقتها بنكتشف ان تاكا بيتعمد انه يسيب اثر وراه علشان الاسود البيضاء تعرف وجهتهم. وبعد ساعات من السفر بيوصلوا اخيرا لارض جميله وبيكون فيها شجر كتير وميه، وبنعرف ان دي هي ارض العزه، وبيدخلوا كلهم يتمشوا فيها وبيتاملوا في جمالها. وبيفرح رفيقي لما بيشوف الشجره اللي كانت موجوده في احلامه، وساعتها موفاسا بيقول له ان اخوه مش موجود عليها زي الحلم. فبيقول له رفيقي انه مش شرط يكون اخوه بمعنى الكلمه، وان الاخ ده ممكن يكون عباره عن اهل او صديق، وانه في الحقيقه كان يقصده هو، وانه شافه في الحلم ده وهو واقف جنبه، وبكده يكون الحلم ده فعلا اتحقق. وفي الوقت ده في مجموعه من الزرافات بتيجي تتكلم مع موفاسا، وبتقول انهم خايفين من انه يجيب الخطر وراه لارض العزه. فبيطمنهم موفاسا وبيقول لهم انه مسح الاثار بتاعتهم وهم جايين. لكن فجاه الاسود البيضاء بتظهر وبتخاف الحيوانات وبتتراجع بسرعه، وبيقول كيروس لموفاسا انه مش هيقدر يهرب منهم تاني، وان الفضل كله يرجع لاخوه تاكا، وبيفهمه ان هو اللي دلهم على مكانهم. فبيتصدم موفاسا من اللي كيروس بيقوله، ووقتها تاكا بيتدخل وبيقول لموفاسا ان هو سبب في موت اهله، وان كمان سرابي اختارته هو بالرغم من انه بيحبها. فبيقطعوا كيروس وبيقول لموفاسا ان كل الارض دي تبقى بتاعته، وانه هيحكمها لحد ما تتحول لخراب. وبيبدا كيروس انه يهجم على موفاسا اللي بيحاول انه يهرب منه. ووقتها سرابي بتروح لمجموعه من اناث الاسود وبتطلب منهم المساعده، وفعلا اناث الاسود بتوافق وبتجري عشان تقاتل الاسود البيضاء. ومن ناحيه تانية موفاسا بيقدر انه يوقع كيروس من على التل، وبيتكلم مع باقي الحيوانات وبيطلب منهم يتحدوا معاه، وده عشان يهزموا الاسود البيضاء ويدافعوا عن ارضهم. فبتقول له الحيوانات ان الاسود نفسها مش قادره تتصدى لهم، فهم كمان اكيد مش هيقدروا يعملوا كده. فبيفهمهم موفاسا ان الاسد مش كبير زي الفيل، ولا قوي زي الطور، ولا سريع زي الفهد، ولا طويل زي الزرافه، وان كل الحيوانات مهمه وعندها قوه مميزه. وبيفضل موفاسا يشجعهم عشان يحاربوا معاه، وفعلا الحيوانات بتقتنع بكلامه وبتتشجع وبيتلفوا حوالين الاسود البيضاء، وده اللي بيخلي الاسود البيضاء تبدا تخاف وتتراجع. لكن فجاه بيظهر 3 من الاسود البيضاء وبيقاتلوا مع موفاسا، وبيقدروا انهم يوقعوه من على التل لحد ما بينزل في الميه. ولما موفاسا بيفوق بيلاقي ان كيروس بيقرب منه، وبتبدا ما بينهم معركه عنيفه جدا، وبيكون تاكا واقف بيتفرج عليهم من بعيد. وبيظهر ان كيروس قوي جدا وبيكون متفوق على موفاسا في القتال. وفي اللحظه دي تاكا بيدرك انه غلط وبيحس بالندم الشديد، وبيفتكر ذكرياته مع موفاسا، وبيقرر انه يتدخل ويدافع عنه، وبياخد الضربه بدل ما كانت هتيجي في موفاسا. وساعتها تاكا بيتعور في وشه وبتظهر نطبه على عينه، فبيهجم موفاسا على كيروس وبيحاول انه يقتله. ومن ناحيه تانية بتكون المعركه شغاله ما بين الاسود البيضاء وحيوانات ارض العزه، وفجاه بتحصل هزه ارضيه وبتنهار الارض تماما، وبتقع صخره كبيره وبتاخد موفاسا وكيروس وبتنزلهم في الميه. ووقتها كيروس بيحاول انه يقتل موفاسا باي طريقه، لكن موفاسا بيقاوم وبيحاول انه يتصداله، وفجاه بتقع صخره كبيره في الميه. وساعتها موفاسا بيستخدم مهاراته القويه وبيمسك كيروس وبيدفعه تحت الصخره اللي بتقع عليه وبتموته. ولما موفاسا وتاكا بيطلعوا من الميه سرابي بتيجي تطمن على موفاسا، وساعتها تاكا بيبص لها وهو متضايق وبيسيبهم وبيمشي. ولما موفاسا وسرابي بيخرجوا الحيوانات بتلتف حواليهم من الفرحه، وكمان بينحنوا لموفاسا وبيعتبروا انه الملك بتاعهم. وفي الوقت ده رفيقي بيجي بيقول لموفاسا ان دلوقتي بقى هو ملك ارض العزه. وفجاه بتيجي انثى اسد غريبه وبيتفاجئ موفاسا لما بيلاقي ان والدته لسه عايشه، وبيفرح جدا وبيحضنها، وبتكون والدته هي كمان مش مصدقه ان ابنها لسه عايش. ولما موفاسا بيسالها عن والده بتقول له انه للاسف مات وقت الفيضان. وفي الوقت ده تاكا بيجي وبيعتذر لموفاسا، فبيتدخل زازو وبيقول لموفاسا انه لازم يطرد تاكا من المملكه، لكن موفاسا بيرفض وبيقول له انه مهما كان هو اخوه، وان والده ووالدته وصوه انه ياخد باله منه. وبيقرر موفاسا انه يسميه سكار، وبيكون الاسم ده معناه هو الندبه، وده عشان يفضل فاكر اللي هو عمله. فبيمشي سكار وهو متضايق وبيروح يقعد في الكهف بتاعه. ومن بعدها موفاسا بقى هو ملك ارض العزه وبيتجوز سرابي، وبيروح يقف على صخره ارض العزه وبيزقر بصوت عالي. وبنرجع بعدها تاني الوقت الحاضر
القصر وبنشوف كيارا وهي واقفه على ارض العزه وبتزقر زي جدها. وفي الوقت ده والدها سيمبا بيوصل هو وزوجته نالا، وده بعد ما خلفوا شبل صغير ورجعوا للمملكه. واخيرا بيظهر على كيارا انها فرحانه جدا وبتفضل تلعب مع اخوها لانها دايما كان نفسها يكون عندها اخ، وبتقوله انها تحكي له قصه ملك عظيم اسمه موفاسا. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تشتركوا في القناه لمتابعه كل جديد.